لو انت حامل وصايمة هتاكلي ايه في فطارك بعد صيام يوم طويل؟ ايه افضل تقسيمة لوجباتك في ساعات فطارك؟ هتاكلي كام وجبة؟ محتويات الوجبة؟ وازاي تقيمي صحتك مع الصيام وانت حامل؟ في الفيديو اللي جاي هقولك تعملي ايه. انا دكتور احمد بدر الدين. وقت ساعات فطارك هو وقت ثمين لتعويض كل اللي انت فقدتيه اثناء النهار وتعويض احتياجات الحمل من الغذاء، لان وقت الفطار بيبقى قصير، محتاجة تستغليه في حاجتين مهمين: تاخدي حاجتك من الاكل والميه بتاعتك. هتبداي فطارك اول حاجه بشويه تمر ولبن او اي فواكه مجففه انت بتحبيها. بعدها نبدا في وجبه الفطار الاساسيه اللي هي تتكون من ايه. وجبتك تكون متوازنه، ده اهم حاجه. اول حاجه هتجيب الطبق بتاعك ويتقسم 3 اجزاء: تلت خضار عشان الفيتامينات والمعادن زي الحديد والكالسيوم اللي انت محتاجاهم في حملك، تلت كربوهيدرات بطيئه الامتصاص زي المكرونه والرز والعيش بعيد تماما عن السكر، التلت الاخير بروتين: سمك، فراخ، لحمه، بيض اللي تحبيه. تجنبي المخلل والحوادق، ايدك ما تروحش عليهم خالص. لو خلصت وجبتك ريحي، اشربي ميه بس ما تحاوليش تملي بطنك بشكل زيادة عن اللزوم. الحلويات خليها بعد صلاة التراويح ويبقى طبق صغير ما تفتريش فيها. بعد الاكل ده ممكن تاخدي وجبة بسيطة او سناك ما بين الفطار والسحور، ممكن فيها شوية مكسرات او فواكه مجففة او عصير سكر قليل. السحور وجبة ما تتفوتش، برضو قسمي طبقك فيها ل3 أجزاء زي اللي عملتها في الفطار. تجنبي فيها الأكل اللي يكون فيه دهون زي الحاجات المقلية، البطاطس أو الفراخ البانيه. طبعا أثناء فطارك الفيتامينات بتاعتك ما تنسيش تاخديها. وفي حاجات مهمة تجنبيها في صيامك: تجنبي الكافيين أو القليل لأنه هيقلل المية في جسمك. الأكل المالح أو اللي فيه شطة هيعمل لك ارتجاع والتهابات في المعدة. السكريات بأنواعها، عصائر أو حلويات، ليها كمية محدودة أو حد محدود. عايزة تقيمي نفسك وانت صايمة انك كويسة ولا لا، اتأكدي ان في مية كفاية في جسمك. وده هيكون ازاي؟ ده بيتم تقييمه عن طريق البول بتاعك. لو غامق وبيحرق يبقى انت عندك نقص مية. لو حسيتي بتعب ودوخة وارهاق وصداع، دي اعراض نقص المية في جسمك. محتاجة تهتمي اكتر بالمية في اثناء ساعات فطارك. وزنك المستمر اثناء صيامك مهم جدا وبيبقى في نفس الميعاد، ولازم تبلغي الدكتور بتاعك لو وزنك بدأ يقل او ثابت. انا كده خلصت، شكرا ليكي.